في أنطونيادوس في اسكندريه. احنا لسه مسلمين شقتين على الصفحه في اسكندريه بكامل الفرش والتشطيب بالكامل. هنتكلم النهارده في المرحله اللي احنا فيها. احنا خلصنا المرحله الاولى، مرحله التاسيسات بالكامل، تاسيس سباكه، تاسيس كهرباء، تاسيس مواسير في عيون التكييف، والناس شغاله هنا شغالين الجبسون بورد. هنتكلم في الشقه دي مساحتها الصافيه 200 متر. هنتكلم في اعمال التعديلات المعماريه والشغل اللي احنا عملناه المتواجد معانا من اول دخولنا من باب الشقه. كان معانا الجزئيه دي كلها كانت المطبخ. كان طلبات العميل ان انا عايز برايفسي للي داخل، الضيف يكون ليه حمام خاص بيه وريسبشن ويكون مفصول عن حرم البيت. طب التعديلات المعماريه اللي احنا عملناها معانا، عملنا هنا حمام ضيوف. طبعا لسه عشان الدنيا ضلمه مش احسن حاجه، تعالى كده. عملنا هنا حمام ضيوف خاص بالضيف اللي داخل، فصلناه عن الشقه. ده احنا عملناه خدناه من المطبخ، وهنيجي نشوف بقى. يعني ده كان مقفول معانا كده المطبخ، وكان كل ده المطبخ مفتوح من هنا وكان ضيق. احنا خدنا الحمام التاني دخلناه للضيف من هنا وخدناه من المطبخ، وعملنا هنا الكوريدور المتواجد معانا. هنخش على المطبخ. المطبخ تقسيمته بالكامل. معانا هنا الحوض، معانا غسالة الأطباق، معانا هنا مكان للبوتاجاز، مؤسسين للشفاط بلور 8 موجود هنا في الجزئية دي. فتحنا له فتحة الكور، أسسنا ليه لنزلة الهود، ومؤسسين للشفاط اللي موجود معانا في المطبخ. يبقى احنا عملنا التعديل المعماري ده، وفي نفس الوقت عملنا برايفسي اللي كان طالبه العميل. كان معانا برضو تعديل معماري هنا في ريسبشن، ان هو كان داخل في الجزئيه دي. وكان هوريكم غرفه الاطفال اللي جوه، الغرفه ضيقه. احنا خدنا جزئيه من الريسبشن وصححنا الحته دي، اصبح ان الريسبشن مربع. وطبعا لما بنتكلم ان لما يكون تقسيمه الموقع مربعه، انسب مكان لوضعيه التلفزيون بتبقى موجوده في الحته اللي في النص. طبعا مع الجبسن بورد عما يجوا يمد السلوك بتاعتهم هتنزل مع المكتبه المتواجده موجوده معانا. طيب تفصيله برضو مهمه جدا معانا هنا، كان العميل عشان نفصل برايفسي اللي داخل الضيف عملنا هنا كوفي كورنر وعملنا برايز. طب ليه البرايز بارزه بالطريقه دي؟ برايز بارزه بالطريقه دي عشان في هنا عمود، ما ينفعش ان احنا نكسر في العمود، كده كده هيتجلد تجاليد خشبيه، مش هيبقى فيه مشكله واجهتنا معانا في الموقع ده. اماكن التكييفات، هنبص هنا تعالى كده. اماكن التكييفات في الموقع ده ما كانش ليها مكان، حطيناها في الجزئيه دي. طب يا باشمهندس احنا لما نحط التكييف في الجزئيه دي، اما الفانه تركب عليه هيبقى فيه هنا فراغ. ده هينزل 30 سم جبسون بورد، هندعم له هنا بحيث لما الفانه تيجي تركب تدعم بطريقه مناسبه وتبقى متثبته كويس. واصبح ان انا عليت منسوب. طب لو انا مش هعمل تركايه الجبسون بورد، يبقى اصبح ان التكييف هيبقى في الواطي. اصبح بعد لما تاخد شربك وتعمل السيراميك هيبقى في وشك مباشره. نكمل تقسيمه الشقه. نخش على الحمام. ده كان موجود معانا حمام رئيسي وجنبه حمام ضيوف. حمام الضيوف احنا خدناه من المطبخ وخدنا ووسعنا المطبخ. تعالوا نخش بقى على الحمام القمر ده. اي حمام مساحته صغيره افرش على اتجاه واحد بحيث انك تخلي ممر الحركه واسع للي داخل. لو الحمام مساحته صغيره فرشته صح هيبان ان هو اوسع. تعالى احنا هنا معانا الحوض، معانا هنا تقسيمه الحوض، معانا هنا سخان فوري، معانا هنا القعده. لسه طبعا بتوع المحاره احنا دامجين بندين، بند المحاره مع بند جبسون بورد بحيث ان الاثنين يمشوا امبارل مع بعض. نيجي بقى نشوف هنا تفصيله حلوه جدا في الحمام ده. معانا هنا خلاط دفن احادي، معانا هنا التاسيس القعده بتاعتنا، بيبقى في تغذيه هنا، بيبقى في لي طالع من هنا. احنا بقى دخلنا الماسوره البي ار وعملنا التغذيه مباشره تحت القعده بتاعتنا. فاصبح ان انت لما تشوف الحمام بعد فرشه مش هتلاقي فيه اي ليات ولا هتلاقي فيه اي شكل مش مناسب. معانا هنا برضو تاسيس للخلاط الدفن الثنائي، معانا الهاند شاور ومعانا الرين شاور من فوق. اصبح الحمام شكله حلو جدا وتاسيسه حلو جدا. التاسيسات هي اهم حاجه في الشغل. نيجي بعد كده للليفنج. الليفنج مؤسسين فوقنا التكييف باك تو باك، معانا هنا الركنه ال شيب، ومعانا هنا تاسيس لمكان التلفزيون. هنيجي بقى حته الريسبشن، الحته اللي هي موجوده دي. لو دي موجوده مع اي حد يقول لك احنا نسدها ونفرغها بطريقه مناسبه من هنا، لا احنا فرزناها بالطريقه دي. هنعمل فيها حته جبسون بورد هتنزل منها زرعه هتبقى شكلها حلو جدا. خش بعد كده على الغرفه الماستر. هنا هيتعمل الدريسنج، ومعانا تاسيس الليب بروفايل برضه في المنطقه دي. معانا هنا كومود، سرير كومود. طيب الحته دي هتتعمل ايه مع تاسيس الكومود من ورا؟ هتعمل خشب من هنا، السلوك هتطلع، هتبقى البرايز هنا وهتبقى هنا. الناحيه الثانيه معانا تاسيس للتكييف. طبعا تاسيس التكييف زي ما بنتكلم ان الصرف
رايح للحمام، وتأسيس مواسير في يونت لأماكن الكمبرسور. وما ننساش إن إحنا نطلّع خرطوم فاضي هنا جنب التكييف، ونطلّع برضه خرطوم بسلك برّه عند الكمبرسور. معانا هنا منظومة التلفزيون. طب إيه الشكل اللي أنت عامله ده يا هندسة؟ إحنا هنا في compound في الدور الأرضي، العواميد كتيرة جدًا، فإحنا مش هينفع نكسّر فيها، فبنحط البرايز زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بنعمل تجليدة نقفّل عليها. ممنوع منعًا باتًا إن إحنا نكسّر في عمدان أو نكسّر فيه كَمَر. نخش على الحمام برضه اللي معانا. حمام مساحته ضيّقة، ولكن فرشه محترم، فارشين على اتجاه واحد. معانا هنا الحوض، معانا هنا السخان الفوري. حطينا سخان المحابس بتاعة الحمامات بالكامل تحت الحوض. هنا هيتعمل يونت بضلفتين. هنا السخان الفوري، هنا محبس خاص بخزان الدفء، هنا محبس خاص بالحمام بالكامل. أصبح إن أماكن المحابس مش ظاهرة معانا. نيجي برضه لجزئية القعده المتواجده معانا. طبعا لسه الموقع في البدايه، لسه متبهدل شويه، لسه اثناء النظافه بعد الجبس الموضه هتنضف بالكامل. معانا هنا خلاط الدفن الاحادي. معانا هنا الماسوره اللي اتكلمنا عليها بديله اللي عشان ما يبقاش شكلها مش مناسب. اصبح انت باصص للحمام مفيش فيه اي لي ولا شكل مش حلو ومناسب. معانا هنا خلاط الدفن الثنائي، ومعانا رين شاور. نطلع بقى على الغرفه اللي احنا وسعنا بيها الريسبشن، ان احنا خدنا من الريسبشن منه جزئيه عشان نوسع الحته دي. نشوف التفصيله الحته الصغيره دي. هيتعمل هنا دولاب، لان الغرفه دي كانت صغيره جدا، خدناها من الريسبشن. نشوف معانا برضو هنا برضو هيبقى دولاب بيلت ان. معانا التلفزيون في الحته دي، معانا الدولاب، معانا هنا السريرين وفي وسطهم الكومود، وتاسيس لمكان التكييف فوق السرير. انسب حاجه ليه عشان توزيعه الهواء ما تبقاش في وشك مباشره تضرب في الحيطه ثم الهواء يرجع لك تاني. نخش برضه على غرفة الأطفال التانية. معانا سرير متر، معانا تأسيس للديفياتر والبريزة الشاحن، ومعانا سرير تأسيس لمكان التكييف. معانا هنا التسريحة، معانا هنا منظومة التلفزيون. طيب منظومة التلفزيون ده كانت على عمود جلدناه 6 سم، وعملنا التأسيس بتاعنا ما فيهوش فيه مشاكل. ومعانا برضه المكتب المتواجد معانا. نتكلم في حتة مهمة جدا، تفصيلة مهمة جدا. مرحلة التأسيسات من المراحل المهمة جدا ان انت لازم تهتم بيها. هي دي البيز بتاع شغلك. لو ما اسستش صح مش هتطلع شقتك بالكواليتي او بالشكل اللي انت عايزه في الاخر. شكرا.